هيبة ستانفورد بريدج لم تفقد شيئا من قيمتها، ولم ترمي شأنها نائحة على عهد فات. كانت نفسها الرغبة في كبح الضيف وضربه في مقتل، كأنها تقول: ستظل أرضي حصنا لكل من يجرؤ على اقتحامي. بل إن فترة الحداد على استقبال الأهداف لم تمنح برشلونة فرصة حتى لالتقاط أنفاسه، وقدم له تشيلسي رعبا متكاملا بين أهداف ملغاة وأخرى محتسبة، ليخرج بنتيجة مستحقة بثلاثية نظيفة. كانت الأمسية بمثابة تذكير صارم بأن الفارق بين القمة والقاع في أوروبا يقاس بالاستقرار التكتيكي، والحس العددي الدقيق، والحدة البدنية التي لا ترحم. درس الأمس كان في أسبقية القرار وأسبقية الفعل. كانت تشيلسي شرسا، يصل إلى كرته قبل الكتالان بثوان معدودة، ويحتل كل فجوة في الملعب قبل أن يجرؤ الخصم على التفكير في تمرير الكرة. أسبقية في الافتكاك، وأخرى في المبادرة، وأفضلية في الانتشار والتحول، كلها عناصر جعلت برشلونة يسير على أرضية ستانفورد بريدج كأنها غريبة عليه بخطوات ثقيلة ومترددة، بينما كان البلوز كالسهام الموجهة نحو مناطقهم بلا رحمة. الأرجنتيني إنزو، صانع المعجزات في وسط الميدان البلوز، سيطر على الإيقاع ببراعة ساحرة، وجعل البرصا يدورون في دوامة من الشك والريبة، حتى أفقدهم الثقة ودفعهم إلى تصرفات طائشة كانت محلا للسخرية سابقا في المباريات الودية. أرانا البلوز كيف يجعلون خصمهم يعيش تفاصيل المباراة كما لو كانت كوابيس رسمية. انتهت حرب وسط الميدان قبل أن تبدأ أصلا بصالح الماكينات البلوز، فيما غاب فرانكي ديونغ عن تقديم الدعم المطلوب سواء في بناء الهجمات أو صد المرتدات السريعة للماكينات الإنجليزية. لم يكن الهدف العكسي الذي افتتح به تشيلسي التسجيل هو الضربة القاضية في المباراة، بل كان الطرد المباشر لأراوخو اللحظة الفاصلة التي أعلنت انهيار الكتالان المبكر. أراوخو لا يزال يتصرف ببدائية مدهشة، وخطاه في التقدير أمام لاعب منفرد في الدقيقة 44 كسر عمود الخيمة الكتالونية، وأجبر فليك على دخول الشوط الثاني ب10 لاعبين وبأدوات تكتيكية مهترئة، كمن يحاول البناء على رمال متحركة. الأهداف الثلاثة جاءت من اختراقات ومهارات فردية أبدع فيها البرازيلي الصغير استيفاو، وفيها سرعة بديهة وتطبيق حرفي لمخطط ماريسكا. مع ضغط رهيب جعل أبناء لندن أنانيين ويريدون الكرة لأنفسهم فقط. بعد الطرد بدأ الإصرار الغريب لفليك على عدم التراجع، وكأنه يصر على مواجهة الأعاصير باليدين العاريتين. سمح هذا بعدم غلق المساحات الشاسعة التي استغلها البلوز بكل أريحية، لتصبح الهزيمة نتيجة سوء تقدير استراتيجي من المدرب، إذ كان من الأجدر التضحية بليفاندوفسكي وإغلاق المنافذ بتكتيك دفاعي صلب. تشيلسي قرأ خصمه جيدا ولم يترك له فرصة لتغيير شيء في المباراة. نجح مارك كوكوريلا في احتواء خطورة لامين يامال، ولو كان قليل الأدب لبحثنا عن لامين يامال في أحد جيوب كوكوريلا ليقال صباح الغد: إسباني جنى ابن بلدته في بلاد غريبة وأخفاه رفقة شاحن هاتفه وبعض قطع المعدن. هذه الخسارة كانت صفعة قوية تؤكد أن البلاوغرانا ما زالوا في مرحلة البناء الهش، وأن أحلام العودة إلى القمة الأوروبية تحتاج إلى أسس أكثر صلابة من هذا، وتكتيكات أكثر مرونة لمواجهة تحديات أوروبا الكبرى.